أعرف الكثير منكم يقول أوه أنت تحط صور المتحدث الرسمي لجماعة أنصار الله. طبعا أنا أحط صورته، لأن أشخاص مثل هؤلاء عندما يقومون بتطوير السلاح ويجعلوني شوكة بحلق أكبر رأس، عادي من حقي أن أنا ناصره لمصلحة بلادي، ومن حقي أن أنا أعاديه عن مصالح بلادي وشعبي. اليوم أنا أعادي الحوثي وأوقف معه، أعادي لأنه ليدور مطالب شخصية تخصه هو، ما لطالب بالمعاهدات اللي حصلت والاتفاقيات اللي حصلت بين اليمن والسعودي عن فتح ملف إبراهيم واغتيال إبراهيم الحمدي، ما لطالب فيه. اليوم أنا من حقي أن كمواطن إني أطالب الحوثي بهذا الشيء. أما حكومة الرياض الهارب اللي هرب مستندات وأوراق ومخططات لأعمال ومشاريع كانت تقوم باليمن وموانئ، أنا أوقف ضدها. الحكومة هاربة 9 سنوات، هاربة خارج الوطن. العرادة أشرف من أكبر راس بكم. العرادة كونه كخصم للحوثي أشرف منكم عند الحوثي، لأنه متواجد بالأراضي اليمنية. حتى لو هو واقف ضد الحوثي، أنا أوقف مع الأطراف اللي توقف مع مصلحة البلد. أما أطراف تبيع الوطن، أنا ضد الحوثي أنه يبيع اليمن لإيران. أنا ضد الشرعية وحكومة الشرعية أو العرادة أو غيره أن تبيع اليمن لدول الخليج. أنا ضدها. أنا مع الشعب ومع حكومة توقف، يعني مطالبة ومتابعة للمصالح اليمنية، تطالب بمصلحة الشعب اليمني، بحقوق الشعب اليمني، بفتح اتفاقيات وملفات صارت باليمن لاغتيالات أنا بكلمكم عنها بعدين لأشخاص ومسؤولين في الدولة. أما تغييب الحقائق وتذهيب العقول وتنييم الشعب مغناطيسيا بخطاب رنانة ونحن نفعل ونسوي والشعب ما تجوع وكل طرف يبيع اليمن لدولة. لا، ما احنا عبيد عند أبدكم، أنتم عبيدنا، أنتم أعباد عند الشعب، عبيد للشعب. المؤسسة العسكرية ما هي ملك أبو أي واحد منكم، لا الحوثي ولا الشرعية. المؤسسة العسكرية ملك الشعب، لحماية الشعب، لحماية الوطن. اليوم نحن نشتي ندري أين وصلت الاتفاقيات، ما هي مطالب الحوثي. خليك من الحوار اليمني ما بين الحكومتين أو ما بين الأطراف المتنازعة داخل اليمن. اليوم نحن نشتي ندري ايش مطالب الحوثي اتجاه المملكة العربية السعودية، ايش مطالب الحوثي باتفاقيات اللي حصلت من عام 1924 لليوم 2024. ايش مطلبه؟ يتركنا من الاتفاقيات ما بين اليمنيين المتنازعين على السلطة، وليس على يعني امن المواطن او امن الوطن او بناء الوطن. اليوم لا نلعب على بعض، لا نضحك على بعض.